بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي ومتابعيني وجمهور وأنساتي في كل أنحاء العالم. هاي ويلكم ماي فريند. يا جماعة أنا تعبانة جدا جدا والصوت رايح خالص، فادعولي بالشفاء العاجل. بالله عليكم متنسونيش في الاشتراك وتفعيل زر الكل علشان يوصلكم مني كل جديد هقدمه وبقدمه. اوكي. وشايفين مفرش بقى رمضان الحلو ده على فؤاد المهندس وبيجي وطمطم، كل الأجواء الرمضانية الجميلة اللي في مصر. بس في مصر رمضان في مصر حاجة تانية خالص. ويلا بينا نعمل طبق الكنافة اللي بيجمع السفرة المصرية وأجواء رمضانية في البيوت المصرية. ويجي كده وساعة الفطار يحلى المسلسلات الرمضانية. ويلا بينا نشوف مسلسلات محمد رمضان. صوتي رايح خالص. صوتي رايح خالص، ولا قادرة اتكلم ولا قادرة اضحك ولا قادرة اقول حاجة خالص، الا ان انا عاوزة اقول لكم بس حاجة واحدة، ان انا بحبكم في الله، بحبكم. جايبين تعالوا بقى نعمل القطايف بتاعتنا. انا طبق قطايف كده حلو محترم، والمكسرات بتاعنا الزبيب جوز الهند وفول السوداني المجروش. تعالوا يا حبايب قلبي كده زي ما انتوا شايفين كده المكونات بتاعتنا بتاعة القطايف. وباني انا تعبانة جدا ومش قادرة اتكلم مش قادرة اقف، عندي دور برد فظيع مكسر عظمي. ومش قادرة اقف خالص. فهنا بقى عملنا المحلول. وزي ما انتوا شايفين المحلول عبارة عن كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمونة. فقلت مش قادرة اقف في المطبخ، فجبنا بقى نتفرج على مسلسلات رمضان واجواء رمضان، وقلنا نعمل القطايف على سفرة رمضان. ورمضان كريم مبارك عليكم والأمة الإسلامية والعربية. اوكي. يلا بينا كده حط اللايك بسرعة علشان اللايك بتاعنا ما بيكهربش. فقلنا نعمل شوية قطايف حلوين كده واحنا قاعدين بنتفرج على مسلسلات محمد رمضان ومسلسلات رمضان كريم ومسلسلات رمضانية يا حلوين. عاوزة اقول لكم في الله بحبكم love you. ادعولي بقى بالشفاء العاجل بالله عليكم. تمام. وهنا بقى قلنا نحشي القطايف زي ما انتوا شايفين كده، نحشي القطايف واحنا قاعدين على قدام المسلسل. بصراحة كنت تعبانة جدا، فقلت كده واحنا قاعدين نعمل القطايف. بعد كده حشينا القطايف، وبعد ما حشيناها واحنا قاعدين كده، ده كان مسلسل محمد رمضان شغال. فقلت بقى يا بنتي يا سالي اعملي يا سالي، هاتي بقى القطايف واقعدي اتفرجوا على المسلسل وانتوا قاعدين كده، اجواء رمضانية حلوة ظريفة وطقوس رمضان كده في مع الشعب المصري حلوة. كل الناس بتعمل كده مش انا بس لوحدي. وضع السفرة كده يعملوا كل حاجة وبعدين قدام المسلسلات. وبعد ما خلصنا حشو نروح نحمر القطايف. جبنا زيت، عملنا الشربات. انما اهم حاجة ان انا صوتي رايح خالص. صوتك عامل كده ليه يا سالي؟ معرفش، القطة كلته. تمام. تمام. جبنا الزيت علشان نحمر القطايف. وحتى نزلنا القطايف في الزيت، ولما تاخد لون دهبي حلو كده. وبعد كده نعمل بعد ما نحمر القطايف وتاخد لون ذهبي، بنبدأ بقى كده نقلبها. لازم القطايف تاخد لون ذهبي حلو كده. اوكي. رمضان ما يحلاش بدون القطايف، واجواء رمضانية كده حلوة. قطايف يعني رمضان يعني قطايف، يعني كده. كل الشعب المصري أو كل أجواء رمضانية حلوة كده عليكم. رمضان كريم مبارك عليكم. بعد ما خدت اللون الذهبي ده هنبدأ بقى ننزلها في قلب الشربات بتاعنا.
يا جماعة أنا آسفة على الصوت بتاعي عشان تعبانة جدا جدا. وكده نزلتها في الشربات اهونت ونزلتها في الشربات وابدأ بقى اصفيها كده واحطها في طبق كده زي المصفى كده عشان يصفى طبعا الشربات اللي فيها. طالعة بنزلها من الزيت على الشربات واحطها في طبق كده يصفي وبعد ما خلصنا القطايف وبعد ما خلصنا القطايف بقت بالشكل الجميل ده. وألف هنا وشفا ليكم وألف هنا وشفا للعمل وألف هنا وشفا لكل المشاهدين الكرام. عاوزة أقول لكم في الله بحبكم وأتمنى يكون فيديو بسيط سهل خفيف عليكم. عاوزة تدعولي بالشفاء العاجل إن شاء الله بإذن الله عشان أعمل معاكم بس هاتوا لايفات كتير عشان انتوا وحشتوني وكمان مرة وحشتوني. باي 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 باي.